السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هعمل مكرونة بالكبد والقوانص وهحمر بطاطس، ودي هتكون أكلتنا النهارده. ودي من الأكلات السهلة والسريعة واللي ما بتاخدش وقت. فتعالوا دلوقتي نبتدي ان انا هبشر البصل وهعمل الثوم علشان نبتدي نعمل في الأول خالص اللي هي الكبد والقوانص. فببشر البصل زي ما انتم شايفين. طبعا انا كان شكلي تعبان النهارده ومرهقة مش عارفة ليه. وقلت هصور الاكله اللي احنا هنعمله النهارده لاني بقالي كتير ما صورتش للقناه دي. فحبيت ان انا ارجع تاني للفيديوهات اللي انا كنت بعملها في رمضان. فقلت هبتدي النهارده اصور وعايزه اواظب ان انا انزل فيديوهات على القناه دي. فشجعوني بقى. علشان نكمل كمان ال100,000 واخد بقى الدرع اللي فاضي ان شاء الله. بعد ما بشرت البصل عملت التوم. انا عارفه ان في ناس كتير بتحب القناه دي علشان بقعد اتكلم فيها وارتجل كده يعني واسترسل كمان في الكلام وبقعد احكي وبوريكم الاكل اللي احنا بنعمله في يومنا، وبعيدا خالص عن القناه التانية ومحتوى القناه التانية بقى والوصفات المحترفه والمونتاج الحلو والكلام ده. لا، دي قناه عاديه كده على قدها. وقريبة من القلب يعني متهيألي. انا شوحت البصل مع شوية زيت، وبعد كده نزلت بالثوم وبقلب زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنزل بقى بالكبد والقوانص. طبعا لازم تكون مغسولة كويس ومنقوعة في مية وليمون ومغسولة كويس قوي. على فكرة انا نسيت، ده دي قلوب وكبد بس، لان يعني نور مش بيحب القوانص قوي. احنا كلنا بنحب القوانص والكبد، لكن نور مش بيحب غير الكبد. هسيبها بقى تتشوح وعلى نار عالية عشان ما تنزلش ميتها. وبعدين اقشر البطاطس. جبت بقى كمية بطاطس كده حلوة وغسلتها، وبعدين بقشرها بالقشارة. ودي اللي هحمرها النهاردة عشان تكون اكلتنا سهلة، ويعني مش محتاجة يعني حاجات كتير. هي مكرونة بس وكبد وخلاص وبطاطس. بعد ما قطعت قشرت البطاطس قطعتهم لشرايح وحطيتهم فوق بعض. وبعدين هقطعهم لصوابع. دي اسهل طريقة لعمل الصوابع، انك تنجزي على طول تقطعي الصوابع بتاعه البطاطس على طول. قطعي شرايح، حطي شرايح فوق بعض وبعدين قطعيها لصوابع. هكمل بقى كل كمية البطاطس وبعدين هنقعها في شوية مية. وبعد كده لما يجي وقت التحمير هحمرها. خلاص، دي البطاطس بتاعتنا اهي. هكمل بقى الكمية بتاعتي. وبعدين هنرجع بقى تاني للكبد والقوانص وهنسلق المكرونة. وهوريكم صلصة حلوة برضو كده للمكرونة عشان يكون طعمها حلو. في ناس كتير بتسأل على نيلي القطة بتاعتنا، كويسة الحمد لله. وبتسألوا على رشيد كمان، هو كويس الحمد لله. يعني بيصحى من النوم ايام وايام، لا لما الجو بيكون مبرد كده برضو ما بيصحاش يعني. الجو دلوقتي حر بس اوقات بيكون فيه ورد فما بيصحاش. دي البطاطس بتاعتنا بعد ما قطعتها هنقعها في ميه. تعالوا بقى نشوف الكبد والقوانص. هحط عليها شويه بهارات الفراخ، واحط عليها فلفل اسود، وهقلبها. وممكن احط ملح وهغطيها بقى واسيبها تستوي يعني في نار هاديه علشان بقى تكون طعمها حلو. او ممكن ازودها شويه ميه كمان. فانا دلوقتي حطيت توابل الفراخ والفلفل الاسود وقلبتهم مع بعض كويس قوي. وبعد كده هغطيها بقى واسيبها على نار هادية خالص علشان تستوي. وحمر البطاطس وحاطه المية في الحلة التانية على النار ومغطيها عشان اسلق المكرونة بتاعتنا. المكرونة بسلقها لمدة 8 دقايق او 9 دقايق. وفي الحلة دي هعمل الصوص بتاع المكرونة او الصلصة. حطيت شوية زيت، وبعد كده هنزل ببصلة والتومة. بس انا حطيت كمان شوية سمنة بلدي عشان يكون طعمها حلو. وبعدين هنزل بقى بالبصلة. هو انا دايما بحب اعمل المكرونة بالتومة وقرن فلفل كده مشطشط، لكن انا اعملها النهاردة بالبصلة والتومة كمان. هشوح البصلة مع التومة وهقلبهم مع بعض. وبعد كده بقى هنضيف الصلصة، بس بعد لما يتشوحوا كده مع بعض هنزل بقى بالصلصة. وكمان هحط عصير الطماطم. عايزه اقول لكم عشان التسبيكه او الصلصه بتاعه المكرونه تطلع طعمها حلو. لو عندك شوربه فراخ او شوربه لحمه بت بتخلي طعمها حلو قوي بدل ما نزود الميه. انا دلوقتي حطيت الصلصه وعصير الطماطم وهقلبهم وهحط كمان الشوربه. يعني لو عندك شوربه حطي. انا حطيت الملح وممكن كمان نحط الفلفل الاسود وهنقلب. وبعد كده هضيف الشوربه.
شويه شوربه يعني مش كتير، بتديها طعم حلو قوي. جربوها كده هتعجبكم قوي. لو عندك بقى قرن فلفل كده مشطشط حلو يعني حطيه، هيكون طعمه حلو. انا حطيت شويه الشوربه وهقلب وهغطيها بقى علشان تتسبك على مهلها. انا بحب اعمل الصلصه بتاعه المكرونه قبل ما المكرونه تتسلق. انا بحط بس في سلق ميه سلق المكرونه ملح. بحبها تكون جاهزه الصلصه بتاعه المكرونه عشان اطلع على طول الصلصه من المكرونه من الميه بعد ما تتسلق، واحطها على طول في الصوص او في الصلصه علشان تتشرب من الصلصه على طول، وما تجلدش كده في بعضها في المصفى. انا عايزاها تكون سخنه، انزل بيها سخنه على طول في الصلصه. دي الكبد بتاعتنا، ما كنتش حطيت ملح فاحط ملح وهقلب، وبكده تكون الكبد مع القلوب خلصت. وكمان البطاطس ابتدت تحمر. البطاطس الايام دي حلوه قوي. ونلحق بقى يعني اللي عايز يخزن يخزن، علشان بعد كده البطاطس بتكون مسكرة او بتكون متخزنة، يعني بطاطس تلاجات. دلوقتي انا خلاص طفيت على الكبد والقلوب، وهطلع البطاطس بتاعتنا بلونها وقرمشتها التحفة. شايفين اللون؟ انا الحقيقه ما بحبش اغطي المكرونه وهي بتتسلق، بس بغطيها لما يكون العيون البوتاجاز كلها مشغوله. بحس ان البوتاجاز بتاعي مش بيسعفني وناره بتكون ضعيفه، مع ان الانبوبه بتكون مليانه. انا صفيت المكرونه وبعدين حطيت عليها الصلصه بتاعه المكرونه وهقلب، وهسيبها بس دقيقتين كده على النار، وهطلع البطاطس بتاعتنا، وبكده اكون خلصت الاكل بتاعنا. وهبتدي ان انا اغرفه، وانا كده خلصت الاكل. ودي اكله سهله وسريعه. لو مش عارفين او محتارين تاكلوا ايه بكره، انا عندي اقتراحين. ممكن تعملوا الاكله دي، او ممكن تعملوا طاجن لسان عصفور بربع كيلو لحمه مفرومه، هيطلع معاكم برضو تحفه. انا كده الاكل خلص. تعالوا بقى نغرفه مع بعض، ونحط شويه ملح على البطاطس بتاعتنا، عشان انا ما بحطش ملح على البطاطس وهي في ميتها، بحطها بعد ما آه، يعني تتحمر. شايفين شكلي عامل ازاي؟ انا مش حاطه ولا نقطه ميك اب حتى، ولا حاطه مسكره ولا اي حاجه، طالعه بطبيعتي، فحتى شكلي تعبان. قولوا لي شكلي عامل ازاي من غير ميك اب. بصوا بقى الاكل بتاعنا اهو غرفته، والولاد كانوا واقفين عشان طبعا شايفين المطبخ ورايا عامل ازاي. انا دايما لما بشتغل بغسل الاطباق على طول في نفس الوقت وانا شغاله كده، بس برضو دايما بيكون في حاجات في الحوض دايما. فانا بحاول ان انا اشطب نص الحاجه بتاعه المواعين والطبيخ وكده وانا واقفه، وبعد كده بكمله بقى بعد الغداء او بعد ما ارتاح شويه باجي اكمل باقي المطبخ. ده الاكل بتاعنا، شايفين شكله حلو ازاي؟ ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. تعالوا بقى نحطه على السفره، واستنوني ان شاء الله بكره، وشجعوني كده عشان عايزه انزل فيديوهات على القناه دي. استنوني بكره ان شاء الله باذن الله. كنت معاكم رشا الشين.